الخبر الأول اللي عدنا عن وسام تيكت وقصف البيسان تيكت، فوسام نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري الكاتب بيه بيسان زعلانة شكلها، وشوفوا شنو كان دي يلحق وراه. طبعا بيسان مسكتت على الموضوع وردت على وسام تيكت. طبعا ما يحتاج اقول لكم ان الموضوع مزح وبيناتهم مشقه مو اكثر. فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي تقول شكل وسام بعد ما طقطق عليه بالستوري. الخبر الثاني اللي عدنا عن اسو ليش صارت تبكي بسبب اصابه اختها بالكورونا. بالنسبه اللي ما يعرف شنو اللي صاير، فاسو نزلت على قناتها مقطع بعنوان اصبنا بفيروس كورونا. بالنسبه اللي ما شاف المقطع خليه يروح يشوفه عن مود يفتهم الموضوع اكثر. ولكن طبعا بالنسبه لاسو فهي ما انصابت بالكورونا، ولكن اختها مريم هي اللي انصابت، فالله يشفيها يا رب، والله يبعد هذا البلاء عن العالم. ولا تنسوا تدعون لمريم بالكومنتات يا حبايب. الخبر الثالث اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وردها على ليش صارت تنزل مقاطع او اغاني هوايه باخر فتره 5 اغاني بشهر. فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات تقول بيها انه هي تعتذر عن هذا الشيء، ولكن تسوي هذا الشيء بسبب شركه حيدر جيتار اللي جاي تسرب الاغاني مالتها وتنزلها على قنوات ما حد يعرفها، يعني عم يجيبون مشاهدات وبنفس الوقت يحرقون الاغنيه مال بيسان. طبعا شلون يقدر يسوي شيء هذا حيدر جيتار؟ فمثل ما تعرفون انه حيدر جيتار وبيسان مسجلين هذه الاغاني من قبل لما بيسان كانت بالاردن، فكل ما عليهم يمنتجون مونتاج بسيط وينزلون الاغنيه مجرد بدون فيديو كليب، وهذا الشيء جالس يصير حاليا. طبعا بيسان ما تقدر تحذف هذه الاغاني لان حيدر جيتار هو ان عنده الرخصه الكامله يعني مال الاغاني. المهم راح احط لكم الستوريات على مود تفهمون اكثر. هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم حبايبي؟ اللي ما شاف البوست اللي نزلته اخر شيء كتير مهم وغنية حبايبي. انا اسفه عم نزلكم اغاني ورا بعض بس لانه الشركه عم تسرب الاغاني لقنوات ما فيها حدا. انا عم نزل اغاني على صفحتي على الانستغرام. فوتوا على اسمي وشوفوا الاغاني، شوفوا الغنية الاخيره اللي نزلتها. بس بحبكم. الخبر الرابع اللي عدنا عن نور مارو ليش ما نزل مقطع جديد. فنور نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يقول بيها انه ما راح ينزل مقطع جديد بسبب اغنيته الجديده، فحاب انه يعطيها حقها على مود تجيب مشاهدات اكثر. فاغلب اليوتيوبر لما ينزلون اغنيه يسوون هذه الحركه، يخلون الاغنيه انه تبقى فتره ما حد ينزلون. بتسألوني ليش ما نزلت فيديو اليوم؟ يا جماعة ما نزلت فيديو اليوم لأنه أنا ما راح أنزل حتى تاخذ الغنية حقها أكتر. عرفت شلون؟ راح أنزل اليوم السبت فيديو على قناتي الأساسية وراح يكون شيء دمار. وبس والله لهنا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسون تحطون لايك وتشتركوا بالقناة عشان يكون فايدة زي من قناة مملكة القصص. مع السلامة. كتير من عشق